من جهته أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في نيويورك عمر هلال أن الدور المفضوح للجزائر في نزاع الصحراء المغربية لا يمكن إنكاره. وقال هلال أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة إن المسؤولية الرئيسية للجزائر في خلق النزاع الإقليمي حول الصحراء وإدامته قائمة على كل الأصعدة السياسية والدبلوماسية والعسكرية والقانونية والإنسانية. حتى وإن لم يرق ذلك الجزائر فإن أفعالها وقراراتها المفضوحة أمر لا يمكن إنكاره على حد تعبيره. وأشار الدبلوماسي المغربي أيضا إلى أن الجزائر أنفقت بحسب صحفها خلال 46 عاما أكثر من 375 مليار دولار في حرب الاستنزاف التي خاضتها ضد المغرب، بما في ذلك التمويل والتدريب والتسليح الكامل للبوليساريو على حساب تنميتها السوسيو اقتصادية، مسجلا أن الجزائر تضع أجهزتها الدبلوماسية في خدمة أجندة واحدة وهي قضية الصحراء المغربية.